دي طريقة صيد عمرك ما شفتها قبل كده. الجرادة حاولت تصحى سمكة نايمة وتغريها تدخل في شبكة كبيرة، وبعد شوية لمحت سمكة التانية. الجرادة ضربت على سطح المية واستفزت السمكة بجنون. السمكة الغاضبة جريت وراها، وفجأة ظهرت سمكة التانية قدامهم. الجرادة نطت، وجوفي استغل الفرصة ومسك السمكتين بالشبكة. ولما الطريقة دي نجحت، الجرادة جرت سمكة التانية، لكن دي كانت وزنها 10,000 رطل واتزنقت وهي بتقفز. الجرادة طلعت مخاط من حلقها وقدرت تزق السمكة لحد الشبكة. الجرادة كملت تدور فوق سطح البحيرة، لكن المرة دي قابلت خصم قوي. سمكة كبيرة عاملة نفسها نايمة وعيمة فوق سطح المية مستنياها في هدوء. الجرادة بدأت تستفزها كعادتها، لكن السمكة الذكية فضلت ثابتة وهادية مستنية لحظة الهجوم. السمكة الكبيرة ما اتحركتش، والجرادة ما قدرتش تتهور. فجأة الجرادة لفت وخربت خطتها، فالسمكة عملت نفسها مستريحة. الجرادة رفعت جفنها ونفخت مخاط جوه عينيها، فغضبت السمكة جدا. في الوقت ده جوفي بالغلط قطع شبكة الصيد. الجرادة نطت واتبلعت جوه بطن السمكة. جوفي مسك السمكة وفضل يهزها بجنون، وأخيرا الجرادة اترمت بره، لكنها كانت شبه مختنقة من قلة الأكسجين. جوفي عصر الميه اللي دخلت جسمها وبدأ ينشطها، والجرادة قامت تتحرك تاني ومصممة تاخد حقها. الجرادة دخلت الميه تاني، لكن المرة دي أسراب من السمك الكبير جم وحاصروها، وفي اللحظة الحرجة طلعت موجات دماغية من رأسها وقدرت تهرب للشط. الجرادة نفخت مخاط وربطت السمك ببعض، لكن فجأة وقعت في بوق ضفدع، وجوفي كان بيجري ورا الضفدع لحد ما طير كاله. جوفي اتضايق جدا، لكن الجرادة خرجت من بيضة الطير